يا مساء الخير، انا كريستينا ودي قناتي. لو اول مرة تشوفيني اعملي اشتراك ولايك وكومنت حلو زيك يا ست البنات. قلت ابتديها بحاجة خضرة، سبت ماما بقى تقرطف الملوخية بره براحتها، ودخلت انا كنت نظفت الفراخ وقلت كانت مطلوبة اللي انا اعملها كنتاكي او اللي هي بروست. هي بتبقى ليها كذا طريقة. بحط 4 كوبايات مية اللي هو معادل لتر على فرخة بتبقى يعني كيلو ونص، كيلو 600. وبحط بقى ايه، بحط بهارات فراخ، وبحط رشة كركم ورشة كاري، وبحط رشة زنجبيل. بعد كده بحط بابريكا، بحط معلقة كبيرة. بحب الفراخ تبقى يعني لونها حلو من البابريكا. وبحط معلقة سماق، بحب احط السماق مكان الليمون. الليمون بيبقى طعمه صريح قوي في الفراخ، فمش بلطس يعني مش بحبه قوي، فبحط السماق بديلها رائعة وحلوة قوي. وبحط بقى الورقيات دي عشان خاطر بس تدي ريحة كده حلوة يعني، وما تديش ريحة زفارة. انا قبل كده يعني بص، احنا اكيد بنقعد نجرب. انا جربتها قبل كده بالمكان المية، حطيت لبن. بصراحة النسيج بتاع الفراخ ما عجبنيش، وما كانش بيدي النتيجة الهشة الحلوة. بحس ان الفراخ اللحمة من جوه تقيل. بصوا، هي كده كده ليها كذا طريقة، بس لما عملتها بالمية بأمانة كانت افضل واحسن، والفراخ كانت حلوة. ويا سلام بقى لو منقوعة من بالليل. دي كده طريقة من الطرق اللي انا بعملها. هنقعها بقى فيها، وبعد كده بقى هسيبكوا مع ماما وهي بتنظف الملوخية. يعني هجيبها وهي بتتكلم علشان خاطر هي قالت لي هاتيني صراحة وانا بتكلم وكده، فانا حبيت اوريكم ماما بتنظف شوفي التينة بتبقى راكسة ازاي من تحت. بصي المية لازم تنقعي الملوخية شوية كده، لان شوفوا المية عاملة ازاي. بصوا بص التينة، بص التينة كده. بصي ادي اول مرة، ودي المرة الثانية. جبتي بكام الملوخية دي يا ماما؟ 15 جنيه كيلو؟ عشان انا جايباها من عند الفلاحة. كيلو جايباها من الفلاحة من اللي في السوق عندنا. طازة؟ طازة. بس عاملة ازاي؟ مفيهاش ورقة صفرة ولا ورقة ميتة ولا ورقة فيها اي حاجة. شايفة؟ ايوه باينة ازاي؟ بصي مقدرة ازاي، والورقة بتاعتها بصي طرية عاملة زي النعناع. اما تجيبي الملوخية تجيبي الورقة بتاعتها طرية عاملة زي النعناع، مش تجيبيها مصفرة. في ورق بيبقى اصفر كده ودبلانة. بس ادي المرة التانية دي. شايفة؟ تصفي الملوخية كده، تتصفى كده. شايفة؟ مش تصفي الملوخية كده بالطبق، لا، تاخدي اللي من فوق كده عشان المية مش هتبقى نضيفة. شايفة؟ بصي المية عاملة زي المرة التانية. لسه برضو فيها طينة. دي المرة التانية دي. ايوه بصي بشرب الطبق. دي المرة التانية دي. بصي دي المرة التالتة. شفتي؟ لغاية ما المية بتاعتها تبقى نضيفة زي الفل. بصي ريحتها عاملة ازاي، ريحتها خضرا. ايوه ريحتها جميلة، ريحتها حلوة ازاي. بصي يعني ريحتها باينة اللي هي طازة. هي عامة الملوخية في السوق الأيام دي أوانها خضرة وجميلة عشان العذرة. شايفة؟ أيوة. هنا عندنا في مصر الملوخية الكيلو ب15، في ب10 على فكرة. بس أنا مرضيتش أشتري ب 10 دي، لقيتها دبلانة والعروق بتاعتها طويلة. العروق الملوخية لما تلاقي عروقها طويلة بتاعت التنشيف مش بتاعت الخرط. بصي ادي المرة اللي هي الملوخية الناشفة. الملوخية الناشفة تنشفيها. شايفة؟ لكن لما تلاقي العروق صغيرة تلاقي الملوخية دي مسكرة. بصي شايفة؟ تلاقي فيها حاجة زي كده طلعيها، متخليش فيها حاجة. ماشي.
شايفه كل ما تغسليها الميه بتاعتها بتعمل ازاي. ايوه بتنضف شويه بشويه. تنضف دي بعد كده المره الثالثه دي. بصي انا بحب اغسل الملوخيه حوالي 5 مرات. عشان الملوخيه كل ما تغسليها، بس بتغسليها كده يعني مش تقعدي تتعكي فيها، الملوخيه ما تتعكيش فيها، تغسليها كده بحيث ان هي ايه، لو فيها رمله بتنزلها، فيها اي حاجه بتنزلها، مش تقعدي تتعكي فيها لا. الميه بس عامله ازاي. تسلمي ايه. شفتوا محدش بيغسل الملوخيه زي ما انا بغسلها كده. قولوا لي بقى مين بيحب ياكل الملوخيه بعد ما تبقى نضيفه كده وزي الفل؟ يعني انا بحب اخد كده كام ورقه الصراحه، وبالذات وهي طازه كده بتبقى جميله قوي. هنا بقى سبت ماما بقى تخرط الملوخيه. بس انا بصوا عايزه اوريكم حاجه، المخرطه دي وحشه قوي. يعني لو انت بايدك اللي انت تشتري مخرطه بلاش تشتري المخرطه دي. يعني المخرطه اللي هي بروحين دي صعبه قوي، وبصوا كانت مغلبه ماما، وبصراحه بتغلبني جدا وما بحبش يعني اخرط الملوخيه بسببها، صعبه قوي. فلو انت لسه بتشتري مخرطه بلاش تشتري اللي هي مروحين، بصراحه مش عمليه. هنا خلصنا بقى الملوخيه، ابتديت انا بقى ادخل اعمل الرز. حطيت كده معلقه كبيره سمنه بلدي وحطيت كم معلقه رز. بصوا احنا بنحب الرز اللي هو واحده وواحده، بيبقى اطعم واحلى. يعني احنا معتمدينه في كل حياتنا الصراحه. اللي هو بشعريه مش كتير، ما يعني بنحبه بس مش كتير. هنا بقى سبت الرز لحد ما بصوا ما يبقى لون ذهبي كده. بلاش تغمقوه عشان الرز ما يغمقش منكم، خلي الرز كده مبيض وحلو، يعني يبقى درجه اللي هي تبقى ذهبي كده. بعد كده بحط الرز بقى وابتدي اقلب فيه لحد ما يتشمع خالص، والميه اللي فيه تبتدي تنشف خالص. وبحب احط الملح مع الرز قوي وانا بقلبه كده، بحسه اللي هو بيتبهر اكتر مع الرز. يعني بحس ان الملح كده بيكفر الرزايه كده وبحسه طعم. بصوا بفضل اقلب فيه لحد ما الرز خلاص ينشف خالص، وابتدي بقى احط الميه. بس بعد كده بقى ببتدي بقى ايه ادوق اذا كان هو محتاج شويه ملح ولا لا. بس غالبا يعني انا ببقى عارفه، او مش ببقى عارفه، انا بحط بصراحه بالبركه ونشكر ربنا بيبقى مظبوط. والميه لازم تبقى مغطيه الرز بشويه بس. وبسيبه بقى بغطيه وبسيبه. اول ما يبتدي تغلي ابتدي اوطي النار واسيبه بقى، ولا بقلبه ولا باجي جنبه. هنا كنت عايزه العين اللي هي الوسطانيه دي، يعتبر يعني بصراحه العين الوسطانيه دي انا تعبها معايا، كتر خيرها الصراحه. انا يعني بحب اشتغل عليها كتير قوي. هنا ماما بتعمل الملوخيه بطريقه مختلفه غيرنا. حطيت السمنه وبعد كده حطيت الملوخيه ملوخيه ايه، حطيت السمنه بعد كده حطيت الثوم هتحمصهم. بصوا هو هنا يبان اللي هي غامقه، مش عارفه ليه، بس هي ما كانتش غامقه، هي كانت يعني كان لونها كده ذهبي وحلو. وبعد كده بقى هتحط الميه، وهي هتسيب الميه تغلي، لازم تغلي قوي. بعد كده هي هتحط الملوخيه. بصوا احنا ما بنحبش نعمل الملوخيه بالشوربه. بصوا هنا الرز بوريهولكوا خلاص. انا هنا كده خلاص كان استوى وطفيت عليه وغطيته كويس وسبته. هنا الملوخيه كانت الميه بصوا غلت قوي. هتبتدي بقى ماما تحط كل الملوخيه وتبتدي بقى تقلبها بسرعه بسرعه عشان بس ما تكلكعش. بس هنا بس ماما كانت بتشوف القوام، يعني عايزه ميه تاني ولا لا، فهي كانت زي الفل وما عايزتش ميه تاني. هنا بقى بصوا بتوريكم القوام بتاعها والخضار بتاعها، وكانت رائعه في الطعم. وتسلم ايدك يا ماما.
هنا بصوا بتقول لكم اللي هي ما تغلوش الملوخية كتير، هي يا دوب غلوة واحدة وتشيليها من على النار وما تغطيهاش عشان ما تسودش. هبتدي بقى هنا اعمل الكفر بتاع البروست. حطيت دقيق، وهنا الكارثة اللي انا لقيت الدقيق قليل، فقلت هتصرف، قلت احط بس ايه الزيت على النار عشان يستوي براحته، يعني يغلي، يبتدي يغلي. وابتدي بقى ايه، بصوا لقيت في التلاجة اللي هو الخلطة دي بتبقى حلوة برضو، ساعات بعمل بيها كده الفراخ اللي هي الفيجيتار. دي حلوة ومش حرقة، يعني انا كنت فاكراها اللي هي حرقة قوي، لا طلعت عادي لما حطيتها مع الدقيق، مش حرقة ولا حاجة. انا بصراحة بحط دقيق صوفي، بس بصراحة لقيت ان انا ما عنديش دقيق، بس انا قلت لازم اتصرف. بس بصراحة طلعت برضو حلوة وجميلة قوي، يعني استغربت قوي بس طلعت حلوة. بصوا هنا بوريكم الفراخ كانت اتشربت، بس برضو لما بتبقى بايته في التتبيله بتبقى بصوا طعم تاني، وبصراحه يعني بتبقى فظيعه. هنا حطيت مع الدقيق معلقه نشا وملح، بس ما حطيتش ملح كتير علشان خاطر الفيجيتار اللي انا حطيته كان مبهر قوي، فخفت احسن تملح مني. بصوا هنا بوريكم اللي انا بكفر الفراخ كلها، ما تسيبيش فتفوته فيها كده مش متكفره. وبعد كده بحطها في مصفى عشان خاطر الدقيق الزياده ينزل، ما تعملش كلكعه، وبرده تعمل زي خرفشه كده اللي هي الكرانيش اللي هي بتبقى في البروست. بشوف الزيت لازم يبقى يغلي جدا، واحط بقى في الفراخ، وبسيب الفراخ من 10 ل 12 دقيقة. النار ما بتكونش عالية قوي، وفي نفس الوقت ما بتكونش متوسطة عشان الفراخ معاكي ما تشربش زيت، لا خلي الفراخ بتاع الزيت معاكي متوسط. وهنا بقى كنت ايه، قلت اغرف انا وماما ناكل. بصوا هنا بوريكم الملوخية خضرة وحلوة، والعيال جم متاخر فما كلوش معانا. هنا بصوا بوريكم سخنه، بس قلت لازم اوريها لكم من جوه اللحمه عامله ازاي، وكانت مستويه وكانت تستاهل بقكم الصراحه، يعني كانت حلوه قوي، بالهنا والشفا على اللي كان. وطبعا خلصت وهبتدي في المعركه اللي هي المطبخ والمواعين. بصراحه ربنا يكون في عون كل واحده صراحة بتطبخ في الجو اللي احنا فيه ده. الجو صعب قوي يا جماعة، مش راضي يتعدل، يعني صعب صعب صعب، في حاجة غلط كده في الجو. ومع الطبيخ بقى مع البوتاجاز، يعني بصراحة كل بتبقى ليها الجنة لما بتقف تعمل شوية اكل لأولادها، وبتبقى عايزة تطلع الاكل ده حلو قوي. بصراحة كتر خيرها، وربنا يعينكم وربنا يقويكم. وصراحة في ستات بتعمل اكل كل شوية كل شوية، ربنا يكون في عونها وربنا يقويكم يا رب. والف الف الف مبروك لطلاب الثانوية العامة اللي جابوا مجموع، واللي جاب مجموع قليل بأمانة هي مش اخر الدنيا، وده مش كلام وخلاص. طبعا بتبقوا زعلانين لانها مجهود السنة بتبقى صعبة وتقيلة قوي على الاهالي، وربنا يكون في عون الاهالي اكتر من الطلاب. والطلاب برضو يعني الحياة بتبقى صعبة عليهم، اول السنة دي بتبقى وحشة قوي وبتبقى وحشة، بس بجد ربنا بيدي كل واحد على تعبه وعلى مجهوده. فربنا يكون في عون كل واحدة عندها ثانوية عامة، وربنا يكون في عون، يعني يكون في عون كل واحدة داخلة على السنة الجديدة ثانوية عامة، ربنا يكون في عونها. هو بصراحة التعليم بقى صعب قوي وبقى غريب ومش زي زمان، يعني احنا ما كناش كده، وكل سنة بيعملوا حاجة جديدة. انا مش عارفة في ايه بصراحة، يعني انا بنتي هي داخلة على 3 سنين، وانا خايفة ادخل في مرحلة المدرسة دي من الحاجات اللي انا بسمعها والعقد اللي انا بسمعها. انا مش عارفة الصراحة في ايه، في حاجة غلط. ربنا يعيننا ويعين ولادنا على اللي هم بصراحة بيشوفوه، والجيل صعب، والوقت اللي احنا فيه دوت صعب، والغلا والتكنولوجيا الكتير اللي احنا فيها دي مخلية الدنيا سريعة قوي وصعبة. فربنا يعيننا ويعينكم ويعين كل على تربية عيالها.
وكل واحد جايب مجموع في الثانوية العامة ومحققش الحلم اللي هو كان عايزه، صدقني ربنا هيحطك في المكان اللي هو عايزه. يعني اكيد ربنا شايف لك الصالح. انتوا صلوا وشوفوا ربنا عايز يمشيكوا ازاي، وامشوا بمشيئة ربنا، وصدقوني مشيئة ربنا احلى واجمل كتير من اللي انتوا كنتوا نفسكوا فيها. يعني خلوا خطواتكم مع ربنا احلى، امشوا مع ربنا، ما تمشوش بدماغكم، شوفوا ربنا موصلكم فين قبل ما تمشوا كل خطوة. صلوا كتير وادعوا ربنا كتير، وشوفوا ربنا هيمشيكوا ازاي. بأمانة دي احسن حاجة. يعني بصراحة في الدنيا التلاهي اللي انا بشوفها وبشوف عيالنا فيها، بشوف ان الجيل اللي احنا فيه ده مش هقول اللي هو بعيد عن ربنا، بس التكنولوجيا واكلاهم قوي. فدور بقى الاهالي اللي هم تقربهم من ربنا وتخليهم يصلوا ويدعوا، ويخليهم يسمعوا كده صوت ربنا في حياتهم، اللي هم يمشوا ازاي ويعملوا ايه. وربنا يعينكم يا رب. بس هنا بقى قلت بقى اغسل المواعين. الصراحة الرغاوي كده شجعتني، مع اني كنت هموت وهفطس من الحر، مع اني عندي مروحة في المطبخ، بس معرفش ليه بنساها وما بشغلهاش. يعني مش عارفة، كنت عمالة افطس واقول هو انا حرانة ليه، طب مش هشغل المروحة. مش عارفة بقى فين دماغي. يعني يلا ما علينا. بصوا ان شاء الله كده الفيديوهات اللي جاية هتبقى كلها في المطبخ. عايزة اعمل روتينات كتير قوي في المطبخ. عايزة انضف المطبخ كده، افرفشه كده، اخليه يتنفس. عايزة اعمل كده في حاجات كتير. انا بعمل العملة دي قبل العذراء على طول، يعني العذراء في شهر 8 ان شاء الله. بحب بقى امسك كده المطبخ كله كده اكني بعمله عملة عيد، بعمله كده. يعني بصوا تنظيف عميق قوي قوي قوي.